من السهل إن أقول لأي حد حافظ على صحتك النفسية وامشي ودوس وكمل وأديك عشرات الدروس، ومن غير ما أحس بكون بدوس على وجعك، وده لأنه أسهل طريق، والبني آدم بيحب يبان قوي ويدي مواعظ. بس من الصعب إن أحط نفسي مكانك أو أحس بجزء بسيط من وجعك أو حتى أسكت ومعلق. ادي نفسك فرصة تسمع للآخر وحاول تفهم ألم وعجز الشخص قدام حزنه. والأيام كلنا معرضين لنفس المواقف والأيام دول. حاول تطيب خاطره لو بكلمة بسيطة، هي بالنسبة لك لا هتحل ولا هتربط، بس بالنسبة له هتكون طوق نجاة من أفكاره، ويمكن تكون طوق نجاة ليه من أفكاره وحزنه وتغير مسار أفكاره كلها، ويمكن تحله مشكلته وانت. لو عندك كلمة كويسة تطيب بيها خاطر قولها، ما عندكش اسكت. ربنا قال: وهدوا إلى الطيب من القول. صدق الله العظيم. نفس الكلام مع نفسنا، لما نفسك تخذلك ما تهجمش عليها وتجلدها، قول قدر الله ما شاء فعل. كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابين. وابدأ من أول وجديد، مش عيب، احنا ربنا بيخلق لنا كل يوم يوم جديد، احنا ما بنفضلش عايشين عمرنا كله في نفس اليوم. وهدوا إلى الطيب من القول. صدق الله العظيم. اللهم اهدنا واصلح بالنا.